السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في 6 أسباب تؤدي إلى الخسارة في الأسواق المالية وفي البورصة المصرية. أول سبب وهو عدم القدرة على التحكم في المشاعر وعدم الانضباط النفسي. لازم حضرتك عشان تنجح في هذا النوع من الاستثمار لازم تكون بتعرف تتحكم في مشاعرك، تكون عندك قدرة على التحكم في أعصابك عشان تاخد قرارات سليمة. تاني حاجة الجلوس أمام شاشة الأسعار بصفة مستمرة. لازم حضرتك تقلل من فترة جلوسك أمام شاشة الأسعار لأنها بتسبب توترات وضغوطات بتؤدي في النهاية إنك بتاخد قرارات غير سليمة. تالت حاجة عدم إدارة المحفظة بشكل جيد. لازم حضرتك تقسم المحفظة إلى أسهم وقطاعات متنوعة وفي نفس الوقت تسيب كاش بره المحفظة. رابع حاجة شراء أسهم المضاربات. لازم حضرتك تقلل من شراء الأسهم المضاربات لأنها بتؤدي إلى خسارة فادحة. لازم حضرتك تشتري أسهم قوية ماليا تكون بتحقق أرباح. ابعد عن أسهم المضاربات لأنها بتؤدي إلى تآكل المحفظة. خامس حاجة استخدام المارجين في التداول. استخدام المارجين يعني حضرتك بتستلف قروض أو بتاخد قروض عشان تتداول. لازم حضرتك تتداول برأس مالك لأنها بتؤدي إلى تآكل المحفظة وخسارة رأس المال. سادس حاجة التداولات اليومية. التداولات اليومية بتؤدي لإما خسارة أو تآكل المحفظة بسبب العمولات الخاصة بشركات السمسرة. دول 6 أسباب بيؤدوا إلى الخسارة في الأسواق المالية وفي الأسهم. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد. وأهلا وسهلا بيكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.